السلام عليكم مشاهدينا الكرام متابعي قناة فوت بلاي سبور في كل مكان. والآن تابعوا معنا مشاهدينا الكرام آخر التطورات في ملعب براقي الدولي اليوم. ملعب براقي جاهز لاحتضان شان 2023 بإذن الله. فكما تشاهدون متابعينا الكرام فقد تم تنصيب اللوحات الإشارية الخاصة بالشان. ملعب براقي حاليا يعتبر من أجمل الملاعب الجزائرية بامتياز، وقد أجريت على الملعب حصة تدريبية للمنتخب المحلي بقيادة مجيد بوغرا، ومن المرتقب أن يحتضن هذا الملعب المباراة الافتتاحية لشان 2023 ما بين المنتخب الجزائري ومنتخب ليبيا. تابعوا معنا مشاهدينا الكرام المدرجات العالمية لملعب براقي اليوم. ملعب براقي سيكون أيقونة حقيقية للجزائر، وتسعى الجزائر من خلاله لاحتضان أكبر التظاهرات الدولية إن شاء الله، والبداية ستكون مع شان الجزائر 2023. والجزائر قد قدمت ملفا قويا لاحتضان كأس الأمم الإفريقية 2025، وسيحسم في القرار بداية من شهر فبراير بإذن الله. حقيقة ملعب براقي يعتبر أجمل ملعب حاليا في شمال إفريقيا، ومن أجمل الملاعب الإفريقية بامتياز، لوحات إشهارية عالمية، كما أن الملعب قد تزين بالألواح الإلكترونية التي سيتم تشغيلها إن شاء الله بداية من مطلع السنة القادمة بإذن الله. وأنتم متابعينا الكرام، ما رأيكم بالحلة العالمية والخرافية التي اكتساها ملعب براقي بعد تزيينه باللوحات الإشارية الخاصة بالشان؟ شاركونا بآرائكم عن طريق التعليقات، ولا تنسوا أحبابنا في الله الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك على الفيديو حتى يصلكم كل جديد أولا بأول ومن دون عناء البحث عليه. قناة فوت بلاي سبورت، موطن الأخبار الحصرية. سلام.